صباح الخير، صباح البركة، صباح كل حاجة حلوة. والنهاردة يوم جديد وروتين جديد، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. النهاردة انا جاية لكم. مبدئيا الاول عايزة اقول برحب بالاعضاء الجدد اللي هم دخلوا عندي في القناة، برحب بيكم طبعا وانتوا على راسي. اللي ما عملش اشتراك في القناة ينزل يعمل اشتراك في القناة عشان يوصلوا كل جديد. وكمان لو عايزين تكتبوا اي تعليق اكتبوه وانا هرد عليكم. آه دلوقتي هنبدأ بقى، انا جايه لكم روتين جديد وحاجة جديدة جايه لكم بقى بالروتين بتاع الصالة. انا قلت بقى عندنا بقى الصالة بقى مكركبة شوية، بس هي احلى حاجة. لما الدنيا بتكون واسعة بتبقى المنظر باين اكتر. بصوا هنا انا بدأت بالشباك بتاع الألمونتين السلك، عشان كان فيه تراب، بس شوية تراب ونفضته. ده الواجهة التانية، الناحية التانية برضو نفضته. عملت بسرعة، انا مسرعة الفيديو. بس هنا انا خلصت الالمنتين. هنا بقى التليفون بقى مسكته بقى، مسحته مسحة حلوة. انا صراحة ما بحبش الدنيا مكركبة جنبي. ودي شقة مامتي يا جماعة، ماشي. دي شقة ماما. بس هنا نفضت بقى الكنبة بقى هنا بقى وظبطتها. على فكرة السفنج في الصيف بيحرر هو حلو، شكله حلو تمام ومريح جدا كمان. عايزه اقول لكم اللي هو مريح جدا. بس بيجي انت لو ما عندكيش تكييف في الصيف هيحرر جدا. حتى المروحه مش هتنفع معاكي. بس بجد لا، هو حلو جدا وشكله حلو جدا جدا جدا، يحسسك ان انت قاعده في مكان هاي جدا من كتر ما هو حلو. بس انا هنا نفضت الكنبه الكبيره وظبطتها. هنا بص بقى، خلصت بقى. بص بقى لما الدنيا بقى اتظبطت بقى وشكلها حلو ازاي. بص بقى انا اتنفضت بقى والدنيا بقت منورة ازاي بقى. النور بقى بتاع ربنا بقى حلو بقى ازاي. هنا بقى حطيت بقى الشيلة ديت. بصوا بقى هنا بقى انا خلصت بقى الكنبة هنا بقى وحطيت بقى الشيلة كلها. احط بقى الحتت اللي فوق، الشيلات اللي فوق بقى. بجد فعلا حلو حلو جدا. هنا انا كنت بنفض الشيلة الصغيرة ديت بتاعت الانتريه. بصوا بقى انا هوريكم بقى بعد ما خلصته بقى وفرشته وتمام. وكمان بقى لما بتحط كمان حتة البيض عليه تبقى شكله تحفة ويعطيك منظر اكتر. كمان منطقلك الانتريه اكتر. بصوا بقى هنا شكله بقى بجد جميل. انت بقى عايزة تغيري بقى في النظام بقى، تحطي 2 كيلو و2 كيلو، واحدة في النص بقى. شوفي بقى انت حابة تعملي ايه. انا بوريكم اختراعات، اقتراحات. مش اقتراحات وانتوا حبوا بقى اللي عاوز يعمل في شقته كده يعمل كده، يعمل كده براحته بقى. هنا انا نفضت الكرسي. بس بعد كده بقى هكنس بقى، هجيب الكنبه كده وهكنس تحتيها بقى. انا شديت الكنبه، نزلت برضو الشيلت عشان انا لو سبتها ممكن هتقع لورا
قلت لا انا هحطها قدام عشان ما تقعش لورا. جبت بقى الحاجات بقى اللي تحت الكنبه بقى، وجماعه عايزه اقول لكم يعني السيراميك هو غامق، بس انتوا لما بتفرشوا الفرش الفاتح عليه بيبقى بينطق الدنيا اكتر يعني بس انا بصراحه مش يعني اللي عاوز يجيب سيراميك واللي عاوز يعني بيوضب شقه جديده ولا اي حاجه ما يجيبش السيراميك الغامق عشان بيغمق الحاجه. ده من رايي انا الشخصي. بس هنا ظبطت بقى الدنيا بقى ورجعت الكنبه مكانها ومسحت تحتيها. بس ويعني بص بقى بعد الدنيا ما تتظبط بقى اوريكم بقى في اخر الفيديو بقى. عايزه اوريكم بجد جمال المنظر، فعلا روعه. هنا بقى مسكت بقى الترابيزه بقى، مسكت بقى الحاجه اللي عليها وشلتها كلها. دلوقتي انا هشد الترابيزه برضو هكنس تحتيها. انا هنا نفضت الترابيزه الاول، قلت يعني انفضها من الرده والحاجه لما بناكل طبعا يعني اي حاجه نفضت تحتيها. بس وبعد كده برضو جبت قماشه مبلوله ومسحتها، لازم اعمل كده. وطبعا في مفرش سفرة بس احنا بنحط دوت اسهل لنا عشان بناكل عليه. مفرش السفرة طبعا لازم تشيليه وتاكلي على السفرة نفسها. بس بقى السجادة دي صراحة بقى احنا قلنا هنرميها بقى عشان بقى لها كتير قوي، قلنا بقى هنرميها. وكمان يعني بقى يعني عايزه اقول لكم السجاد كل ما بيقدم كل ما خلاص يعني الفتل اللي فيه بتتقطع. يعني هي ادمت قوي يعني كتر خيرها صراحه معانا. بس وهنا بقى شلت الحاجه اللي تحت الترابيزه كلها بقى. انا هوريكم في اخر فيديو يا جمال يا جمال فعلا الصاله كلها والريسبشن كله بجد فعلا روعه. وما تنسونيش في اللايك وفي الاشتراك ويعني بجد عايزه اقول لكم ان انا تعبت في الفيديو جامد جدا عشان خاطر فعلا التصوير فعلا مرهق جدا. يعني اللي بيصور يا جماعه فعلا التصوير فعلا مرهق. بنجيبه من زاويه كذا وبنجيبه. وكمان عايزه اقول لكم يعني لايكاتكم كمان بتدعمني ان انا اعمل فيديوهات تانية واعمل لكم حاجات جديده واوريكم حاجات جديده في الشقه. بس بجد يعني انا بفرح جدا لما انتوا كمان بتعملوا لايك وبتعلقوا لي. بجد يعني انا بفرح بتعليقاتكم ولايكاتكم. انا هنا خلصت الجنب دوت وخلصت طبعا ترابيزه السفره والانتريه الجزء دوت. فاضل الجزء التاني. بصوا انا لما حطيت الشيلته بتاعت الانتريه ديت. يعني ممكن تحطها تحت في الانتريه، يعني ممكن تحطها على الكرسي من تحت وممكن تحطها فوق مش اي مشكله. بص بقى انا لما يعني هنا فاضل الجزء دوت. عايزه اقول لكم ان انا ده تركيب انا واخواتي. بس احنا برضو بنقوم بنعمل حاجاتنا يعني احلى حاجه فينا اللي احنا بنكركب بس بنعملها. بس ويعني هنا بدأت بقى اعمل الجزء التاني. اعمل الجنب ده واعمل الجنب ده. طبعا اللي بينزل الشغل ساعة الصبحية بينزل وبيجي بقى يكمل بقى مع ماما بالاخر اليوم، او يعمل اي حاجة في البيت مفيش اي مشكلة. لازم على فكرة عايزة اقول لكم لازم كلنا نساعد بعضينا يعني. هنا بقى خلصت بقى الكرسي هنا وظبطته. دلوقتي انا هشده عشان برضو لو في اي حاجة وراه بلمها برضو.
هنا بقى ظبطت بقى الانتريه بقى، يعني منفض تحت الشيلتة ديت، عشان لو فيها تراب فيها اي حاجة يعني تكون نضيفة. هنا بقى شديت الكرسي بقى زي ما قلت لكم. هكنس تحتيه بقى، هنا الشاشة مغمقة شوية بس هنا هتوضح الشاشة دلوقتي. بس هنا بقى كنستها بقى، وهرجع بقى. بص بقى انا شلت الكرسي خالص بقى من الجنب ده، يعني عشان ايه ما يقفلش معايا. يعني انا كل مدى بنغير النظام، يعني ممكن نحط الكرسي هنا، ممكن نحط الكرسي هنا، ممكن نحط الكنبه دي هنا مكان دي. انتوا فاهمين ازاي يعني مش بنخلي في مكان واحد حاجه معينه وحاجه في مكان واحد. لا بنغير، يعني على طول بنغير. انا بقى حطيت بقى الشيلت بقى، طبعا نفضت مكان الشيلت. احلى حاجه في الانتريه اللي هو مريح، يعني الكنبه الكبيره تعتبر زي السرير، زي سرير متر. الكنبه الكبيره دي الصغيره دي محدش يعرف ينام عليها قوي يعني. ممكن تريحي بس ما تعرفيش تنامي عليها. اما الكنبه الكبيره لا، تنامي بقى عليها بقى، او اي حد ضيف جايلك بقى ما فيش مكان، لا اكنها عامله زي الركنه. بس انا خلصت بقى. بص بقى لما شلت بقى الكرسي بقى، انا شلت الكرسي من الجنب ده خالص. انا هبدا بقى عند التلفزيون بقى. بص بقى المنظر. بص بقى لما فرشت السجاده، بجد روعه 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 روعه. لا برافو عليا بجد، يعني انا بجد تعبت جدا، وعايزاكم تعملوا لي لايك واشتراك في القناه. وبجد فعلا التصوير مرهق جدا، وشجعوني شجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات تانية. وكمان انا بحب تعليقاتكم، وبحب يعني تقولوا لي برضو ايجابيات اعملها ازاي ما اعملهاش ازاي. وبفرح بجد لما في ناس جديده بتخش في القناه بتقول لي برضو، يعني كمان بيعملوا لي لايك، بيعملوا لي تعليقات. بجد بفرح بتعليقاتكم جدا. بصوا بقى هنا المنظر بجد فعلا 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 روعه. ويعني بجد تعبت ولقيت في الاخر. هنا بقى همسك بقى الجزء ده فعلا مكركب مكركب. وكمان يعني انا بنعمل التنظيفات قبل الشتاء، يعني كمان الشتاء اول ما هيخش طبعا محدش هيعرف يمسك اي حاجه في اي حاجه. بس برضو هنعمل، مش هنقول مش هنعمل، لا هنعمل، بس اهون شويه من من ساعه الشتاء يعني. بس وهنا بقى طلعت، يعني شلت كل حاجه هنا بقى. شلت الادويه شلت الادويه بتاعه البنادول ديت. يعني الريشه اللي انا ماسكاها دي بنفض بيها ده عجبتني، رحت جبتها. بس صراحه طلعت حلوه، ب10 جنيه. بس طلعت فعلا حلوه وبتنضف كمان، وبتحسي ان هي بتمسح لك الحاجه. بس فعلا طلعت حلوه بجد، يعني لقيتها عجبتني رحت جبتها. هنا بقى يعني بص بقى، يعني برضو الحاجات كانت كتيره قوي. مسكت بقى حاجه حاجه بقى نضفتها بقى، وشلت الفيش بقى وظبطت بقى الدنيا بقى. مش عايزه الحاجه مكركبه. مسكت من هنا ومسكت من هنا، ونفضت التراب من هنا ونفضت التراب من هنا، يعني مسكت كل حاجه ونضفتها. وشلت بقى كل حاجه بقى، الحاجه اللي ملهاش لازمه رميتها، والحاجه اللي ليها لازمه شلتها بقى، كل حاجه في درجها. بصوا بقى هنا بقى لما خلصت بقى الدنيا اتظبطت بقى، وكل حاجه ركبت مطرحها. يا جماله يا جماله. على فكره التلفزيون ده قديم قوي على فكره. على فكره الشاشه فوقيها، بس الشاشه باظت على فكره، يعني عايزه اقول لكم الشاشه باظت. احنا طلعنا التلفزيون القديم، يعني الشاشه ما كملتش الصراحه، عايزه اقول لكم. يلا معلش. احنا طلعنا التلفزيون القديم.
يعتبر الشاشة اتحرقت اصلا. مش عارفة بقى هيعرف يغير معرفش ايه اللي هو ايه اللي بايظ فيها بالظبط، بس هي ما الشاشة نفسها فيه صوت، بس ايه الشاشة نفسها ما بتولعش. معرفش بقى ده حرق بقى في الشاشة نفسه، ولا هنغيرها ولا هنجيب واحدة جديدة. بس حاولنا فيها معرفناش، بس انا عمال ادور على حد شاطر يعرف يصلحها. هنا بقى مسكت الجنب دوت. بص بقى انا ما فرشت بقى، يعني انا الجنب ده صراحة عملته مع نفسي وما صورتوش. بس بص بقى يا جماله بجد، يا جماله بجد، اللي بيتعب فعلا بيلاقي في الاخر. انا تعبت ولقيت في الاخر. بص بقى المنظر بقى، منظر فعلا تحفة، بجد جميل. الله عليا. وكمان انا مش عايزاكم فعلا تنسوني في اللايكات، عشان اللايكات فعلا بتفرحني منكم، والتعليقات بتفرحني منكم وتشجعوني. وكمان يعني انا فعلا بحبكم جدا، وبفرح بالناس الجديده اللي بتخش. و يعني في روتينات جديده، وفي حاجات جديده، وفي حاجه افكار جديده كمان هتنزلكم في القناه. بس وبحبكم قوي. وما تنسونيش بقى في اللايك وفي الاشتراك وفي تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. باي باي. اسيبكم بقى تتفرجوا بقى براحتكم.